السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا في البداية بعتذر على حضراتكم على الغياب والانقطاع بسبب أجازة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفيديو النهاردة هنتكلم عن مكان جديد، ولكن قبل ما نتكلم عن المكان خلونا الأول أقول لكم نقطة مهمة. لو بتحب جمصة وحابب تعرف كل حاجة فيها، قدامك طريقتين. الطريقة الأولى إنك تدخل على قناة الوصال على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك، أو إنك تدور على جروب اسمه فين في جمصة ألاقي، هتوصل لكل الحاجات اللي أنت عايز تعرفها من خلال الطريقتين دول. الفيديو النهارده هنتكلم عن مكان بدأ السنه اللي فاتت، يمكن في السنه اللي فاتت قدر ان هو ياخد شهره كويسه، قدر ان هو ينجح بشكل محترم، لكن المره دي بقى متواجد في مكان جديد وبشكل جديد وبشكل مختلف، وهو ده اللي احنا جايين نقدمه لحضراتكم النهارده من خلال سندوتش عمر. لو بتحب الفسفور، ولو ليك في الفسفور، ولو بتحب الاكلات الكويسه جدا بالذات البحريه منها، خصوصا ان احنا في جمصه وخصوصا ان احنا في جو بحر، فاكيد لازم 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 تجرب سندوتش عمر. وكمان لو انت بتحب الاكلات البحريه ولكن عايز تاكلها بسعر رخيص، يبقى صدقني مش هتلاقي قدامك اختيار في جمصه غير سندوتش عمر. طب هو جمبري بس؟ لا، وده اللي هنعرفه من خلال الفيديو. يلا على طول نروح للفيديو. سلام. في البداية كده يا جماعة، سندوتش عمر مش مجرد سندوتش هتاخده تكاوي وتمشي، لا ده كمان في مكان كويس جدا للقعدة، سواء كنتوا أسرة أو عدد كبير من الشباب تقدروا تتواجدوا في المكان بكل انسيابية لأنه قريب جدا من البحر. كمان تقدر تقعد بأسرتك في المكان، تطلب الدليفري أو تطلب التكاوي أو تطلب حتى في المكان من خلال طبعا المطعم وكل الناس المسؤولة عنه. وموجود في المطعم شيف محترم جدا الا وهو الشيف عمر، وبيقدم لكم زي ما انتم شايفين الخدمه او الاكل من خلال حاجه شكلها جميل كده، واكل شكله جميل، والسندوتش بيطلع شكله جميل زي ما انتم شايفين. البدايه طبعا اكيد مع سندوتش الجمبري اللي هم متخصصين فيه، يعني يمكن سندوتش عمر بدايته كانت سندوتش الجمبري اللي حضراتكم بتشوفوه، واللي منقسم لشقين. الشق الاول الا وهو الرغيف البلدي اللي حضراتكم شايفينه ده، والشق الثاني العيش الفينو برضو الموجود. يعني لو بتحب العيش الفينو هتلاقي، لو بتحب كمان الجمبري فيه العيش البلدي هتلاقي، ومعاه المخلل وكمان الطحينه. وعايز اقول لكم ان المخلل من مصنع مخلل عمر الخاص بيهم كمان، يعني مش بيجيبوه من بره، يعني سندوتش عمر بيقدم لك كل اللي انت تحبه. طيب هل الجمبري بس اللي موجود؟ لا، كمان موجود سندوتشات الصبيط، يعني يمكن برضو بنشوفها بالفينو وكمان بالعيش البلدي. الصبيط هتاكله مقلي كويس جدا في سندوتش عمر. كمان بخلاف الصبيط في حاجات تانية موجودة في المكان. طيب ايه اللي موجود كمان في سندوتش عمر للمأكولات البحرية؟ نيجي كمان للفيليه، هتلاقوا فيليه كمان بالعيش الفينو او العيش البلدي زي ما انتم شايفين، وبرضو معاه كل المشتقات سواء كانت الطحينة او كمان المخلل او ايا كان الحاجه اللي انتم بتحبوها الموجوده مع السندوتش السريع. وعايز اقول لكم ان الاسعار جميله جدا يا جماعه. السندوتش ب 25 جنيه، طبعا دي حاجه كويسه من سندوتش عمر. كمان في وجبات زي الوجبه اللي حضراتكم بتشوفوها دي قدام حضراتكم على طول. طيب الوجبه اللي قدامنا دي وجبه ايه؟ وجبه فيليه بالرز البسمتي، بتكون عباره عن رز بسمتي، فيليه، طحينه، الصلصه الحمراء، وكمان المخلل الموجود. وبيقدم لكم الوجبه دي يا جماعه تقريبا ب 100 جنيه، سعره كويس جدا تكفي واحد بشكل كويس. كمان في سندوتش عمر هتلاقوا وجبه تانية الا وهي وجبه الجمبري بالرز. طيب الجمبري هنا هتبصوا تلاقوا ان الرز منفصل عن الجمبري، تمام. والوجبه دي زي ما قلت لحضراتكم ب 100 جنيه معاها الطحينه، المخلل، الصلصه الحمراء. وعايز اقول لكم برده تاني ان المخلل من مصنعهم، والجمبري زي ما انتم شايفين يكفي واحد ويمكن اتنين لو الوجبه حد مش اكل او مش بياكل كتير. طيب ايه تاني بيقدمه؟ كمان الرز بالجمبري، رز البسمتي بالجمبري. الوجبه اللي قدام حضراتكم دي اللي تقريبا على حد علمي طبعا انا هحط لكم منه تعمل 60 جنيه، وهي وجبه مناسبه جدا 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 لاي حد بيحب الاكل وكمان يحب يستطعم الاكل ده، لانه بصراحه تحفه بالنسبه لتجربتي انا. انتوا اللي تحكموا على تجربتكم من خلال زيارتكم لمطعم عمر مأكولات بحريه. طيب نروح للي بعد كده، الشوربه. سيادتك بتاخد شوربتين او نوعين، شوربه الجمبري اللي على الشمال وشوربه البقلاويز اللي على اليمين، والاثنين بصراحه تحفه جدا. لما جربتهم حبيتهم جدا جدا، ولكن برضو تجربتكم كلها تحكم. الشوربه دي تقريبا الطبق ب 50 جنيه، ومناسب جدا لاي حد بياكل، يعني تاخدها جنب اكل تاني بحيث ان انت تستطعم كل الحاجات الموجوده داخل سندوتش عمر.
المائده بتاعتهم او المكان مش بس فيه جمبري، لا في اكتر من صنف بحري موجود في المكان زي ما انتم شايفين. بالرز، عايز تاكل بالعيش كل، عايز تاكل بالرز كل، عايز تاكل بالعيش اللي فينه موجود، وكل الانواع وكل السلطات وكل الاشكال اللي حضراتكم شايفينها دي. والاسعار في متناول اي حد، يعني سيادتك لو انت معاك اسره كبيره صدقني الاكله مش مكلفه باي حال من الاحوال. واكيد طبعا هسيب لكم في الفيديو كمان هتلاقوا من ضمن الفيديوهات الاسعار بتاعتهم المنيو، يعني علشان خاطر تقدروا تختاروا كل اللي انتوا عايزينه من سندوتش عمر مأكولات بحريه. طبعا المكان اسري زي ما انتوا قلت لحضراتكم، والقعده مناسبه جدا لكل الناس وتقدر تستمتع بيها من خلال التواجد انت واسرتك. وعايز اقول لكم ان مفيش خدمه بتدفع على القعده، يعني سيادتك بتدفع ثمن السندوتش بس، مفيش خدمه بتتحط من سندوتش عمر على قعدتك في المكان، القعده ببلاش. وده المنيو الموجود قدام حضراتكم، هتلاقوا كل الاسعار وهتعرفوا منه كل حاجه، ومن خلال المنيو تقدروا تشوفوا اسعار السندوتشات. الصبيت زي ما انتم شايفين ب 40 تقريبا، لان انا قلت ان كله ب 25، لا في اختلاف. برضه سندوتش عمر من خلال وجوده على مدار سنتين قدر يكسب خدمه العملاء وقدر يكون له مكانه. نيجي بقى لخدمه التوصيل والطلبات. الرقم اللي قدامكم ده اللي ترجعوا له هتلاقوه هو اللي من خلاله تقدروا تتواصلوا مع سندوتش عمر. نيجي بقى للمكان. المكان قريب جدا من اداره الشاطئ ومدخل اداره الشاطئ، ايوه هو ده. والشارع ده امتداد مجلس مدينه جمصه، ايوه هو الشارع اللي قدام حضراتكم ده بالظبط، هي دي مجلس مدينه جمصه. وطبعا من خلاله تقدروا تشرفونا طبعا الاستاذ محمد عمر المحترم اللي هيرد على كل استفسارات حضراتكم من خلال التواجد خلف تليفون مطعم عمر للسندوتشات او المأكولات البحريه، اللي ان شاء الله تدوقوه وتجربوه وتكون تجربه كويسه جدا لحضراتكم. مش عايز اقول لكم بقى مدى طعامه الاكل هنا في سندوتش عمر، ولكن الاهم من تجربتي انا الشخصيه وقد ايه سندوتش جميل معايا، المهم ان انتوا تجربوا شوربه البقلاويز او شوربه الجمبري، وصدقني هتلاقي فيها كل اللي نفسك فيه. اما بالنسبه للسندوتشات مفيش ست ولا راجل الا ما يحب سندوتش عمر. يلا لو كان الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تشتركوا في سندوتش عمر، وكمان تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.